مرر في وسط الملعب، لكن هنا التدخل السريع من مصعب الجوير ويصفر حكم المباراة. كده سعود عبد الحميد، حلوة الكورة حلوة، ولكن سعود اتزحلق كده على الأرض، طولت ومرت وأصبحت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى من نصيب الحارس محمد نشنوش. ضربة مرمى من نصيب نشنوش. أمامنا هنا خليدو كوليبالي اللي ظاهر في هذه اللقطة، ومحاولة من علي أبو عرقوب إلى أنيس السالتو. أنيس يحاول أنيس، أول فرصة في المباراة لجانب أهل طرابلس. علي البليهي مع أنيس السالتو، ولكن في النهاية الكرة وصلت سهلة عند عبد الله المعيوف، تنزل من روبن نيفيز، لكن أبو عرقوب بيضغط لأنيس السالتو، يصفر أدهم مخدمة بخطأ ضربة حرة. أدهم مخدمة يعرفه الجمهور الهلالي جيدا. في نوفمبر 2017 كان قد حكم في الكرات الثابته. انطلاقه من سعود عبد الحميد، عدى، لكن حكم المباراه بيقول العب الى انطلاقه اماميه ومحاولة اللي يرجع لمنطقه الدفاع. الضغط من كاريو، ولكن نشنوش يصلح غلط احمد كمال التربي اللي كان ممكن يغري انيس. مين اللي جاله وسعود عبد الحميد ينقذ الكره هو وناصر الدوسري، والى ضربه هيثم العيوني الى كره اماميه. هنا التدخل، وهنا بقى الخطأ اللي موجود على سعود عبد الحميد من نصيب نور الدين القليب. أشياء على الأرض أمامية، محاولة عند عبد الله الحمدان، ولكن لحق في التوقيت المثالي أبو عرقوب مع الكرة. أبو عرقوب عدى كويس أبو عرقوب وخد خطأ. مرة تانية يلعب واحدة طويلة حلوة عند سالم، لكن ما سيطرش عليها سالم، مرت وطلعت إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. على يمينه مؤيد جدور، لكن هو عايز يلعب عرضية فيها خطورة حلوة من أهل طرابلس، لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. يعدي ميشائيل من الجانب الأيمن، ميشائيل لعيب حافظ عليها وسط ثلاثة، ولكن الكثرة بتغلب المهارة ويقع على أرضية الملعب. سلامات يلعب كرة عالية عند ميشائيل، استلم ميشائيل، شوط ميشائيل، ولكن في أحضان محمد نشنوش. حلوة أول محاولة للهلال على المرمى بتسديدة من ميشائيل في الدقيقة 3. أبو عرقوب لعب الكرة الطويلة، أنيس انفراد، ولكن المعيوف في التوقيت المثالي. عبد الله المعيوف قبل أنيس السالتو لعب الكرة حلوة. أبو عرقوب يهيئ الكرة لهنريلسون اللي يسدد، لكنها عالية ووحشة قوي إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. في شغل بيتم كويس عند سعود عبد الحميد. سعود يا ولد، ولكنها طويلة، فكرتها حلوة، مرت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى من نصيب نادي أهلي طرابلس. بالكرة عند ناصر الدوسري، ناصر يلف عرضية، ولكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى، مرت وطلعت لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى. اخر نسخه في تغيير المراكز ما بين لعيبه الهلال. سعود يا لعيب، ولكن المره دي نشنوش والى ضربه ركنيه. شفت التحرك من غير كوره عزيز المشاهد عمل ايه مع الهلال؟ هنا ميشائيل، وهنا الكروس بالعرض. مصعب الجوير غير من قناعاته في ارض الملعب، وكاريو وخليدو كوليبالي اعلى من الكل، لكنها عاليه والى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى ثانية. ضغط امامي لكرة عرضية عالية فيها خطورة، والمرة دي بالراس، والمعيوف جميلة ما بينه وما بين سالم لسعود، ولكن هيثم العيوني بخبرة يعمل التاكس. استلامة من ناصر الدوسري، يلعب على الارض حلوة لمصعب الجوير، ولكن المرة دي احمد كمال التربي يحط جسمه عشان تبقى الكرة الى ضربة ركنية من نصيب نادي الهلال. وترقب وحذر داخل منطقة الجزاء لروبن نيفيز اللي يسدد، نزلت لميشائيل ما ظبطتش روبن نيفيز، لكنها مرت والى ضربة ركنية من جديد لمصلحة نادي. عرضية ما تلاقيش حد الى ميشائيل دلجادو، مرت على يمين نشنوش والى ضربة مرمى. انتفض الهلال واصبح يهدد مرمى اهل طرابلس، ولكن الكرة مش عايزة تدخل. شوف هنا سعود عبد ناصر يلعب بالعرض، ولكن يعني تدخل من تيري مانزي، وبعد ذلك احمد كمال التربي هو اللي طلع. اندري عدى من الجانب الايمن، حلوة من اندري، ولكن المرة دي بقى التدخل الحاضر من محمد عبد السلام المنير والى ركنية من نصيب القدم السعودية عبد الاله. وهنا الكرة حلوة عند سعود عبد الحميد، عدى سعود وعرضية، ولكن نشنوش. بادئ الهلال سخن في شوط اللقاء الثاني،
وهنا الكره اللي تلعب بالعرض، لعبها حلوه قوي حلوه قوي عند القليب بلمسه عند ابو عرقوب وبينيه حلوه الى انيس سالتو انفرد انيس سالتو مع الكره. انيس سالتو هيتصرف ازاي؟ انيس هيتصرف ازاي؟ انيس يا راجل يا راجل الحاجات دي ما بتجيش تاني يا راجل. لكن روبن نيفيز نزلت الكره لعبد السلام المنير، ياخد واحده على الطاير لكنها بعيده والى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. اندريه كاريو راح للحته اللي بيحبها كاريو، وعبد السلام المنير معاه ويضغط عليه ويطلع الكره الى ركنيه من نصيب الهلال. وضربه ركنيه وحذر وترقب، وادي الركنيه العاليه وادي المحاوله مره ثانيه من جديد. هنا الخطوره ولكن نشنوش يطلع يمسك الكره بتاعته بثبات. 13 لقب دوري، 7 القاب كاس، 2 سوبر. تفويته حلوه بلمسه مره ثانيه عند الهذلي وحمدان بينتظرها. ناصر الدوسري اتاخر، وهنا الضغط اللي موجود من احمد كمال تربي. 1 وسط 4 لكن حافظ على الكره حلوه، مررها اماميه ابو عرقوب يسدد، مرت على يسار المعيوف والى ضربه مرمى عجيب. ولكن هنا خليدو كوليبالي لسه المحاوله مره ثانيه، اتقطعت الكره وصلت عند البريك وادهم خدمه بيصفر بيقول في خطا من نصيب نادي الهلال. ما اداش ادفانتج بعد ربع ساعه كده مرت من محاوله ما بين الاثنين. سالم يحاول يلعب بالعرض ولكن الكره تخبط في قدم دفاع اهل طرابلس والى ضربه ركن. اتلعبت الضربه الركنيه، طلع نشنوش بالبوكس عند ميشائيل دلجادو عرضيه من دلجادو لكن ما فيش اي حد خالص الا تيري مانزي، ولكن يصفر حكم المباراه. كوره من نصيب نادي اهل طرابلس. هو اتنقلت في اليمين حلوه عرضيه حلوه، ولكن المره دي هنا ريلسون هو اللي يطلعها الى ضربه ركنيه من نصيب نيفيز يلعب كره عاليه حلوه لميشائيل. يا راجل تيكي تاكا هلاليه عظيمه، ولكن نيفيز لمحمد القحطاني، عدى محمد القحطاني لكن بعرض الملعب يا حلوه للبريك من الجانب الايمن. البريك بيحاول لكن هيثم لعيوني حط قدمه في النهايه. سالم لعب الى روبن نيفيز على الارض لعبد الله الحمدان يسدد ولكن بلوك دفاعي، ولكن يصفر حكم المباراه بيقول فيها خطا، ضربه حره مباشره لمصلحه روبن نيفيز. ومراد الهذلي ياخد انذار في الدقيقه 84. الكرة نيفيز لكنها بتعلى على الكرة. يمر الحمدان بعرض الملعب لسالم، هنا الخطورة ولكن دفاع. هنا الضغط مرة تانية وهنا المحاولة، ولكن هنا صفارة وانذار وضربة حرة. انذار على احمد اكراو. لياسر الشهراني عرض الكرة للحمدان ولكن نزلت اقرب عندها. موعد مباراة الهلال القادمة. يلتقي نادي الهلال مع السد القطري يوم 30/7، وتقام المباراة في 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة.